بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بقى هنشوف مع بعض 3 طرق لحفظ ورق العنب. التلاتة احلى من بعض، والتلاتة نتيجتهم حلوة جدا. الطريقة اللي تناسبك واللي تقدري تعمليها اعمليها. اول حاجة بنجيب ورق العنب، طبعا بنقيه، اهم حاجة يكون طري واخضر كده زي ما انتوا شايفين. بتجيبي بقى الكمية اللي انتي هتخزنيها، اعملي حسابك ان هو يقعد معاكي او يكفيكي طول الشتاء، لان هو كمان بيبقى حلو قوي في رمضان وفي العزومات وفي الحاجات دي. زي ما انتم شايفين الورق ما شاء الله اخضر وطري كده وشكله حلو. بنجيب بقى الورقة بنقصها، ما بنقصهاش للاخر، بنسيب فيها حتة كده علشان الحتة دي اللي بتفضل مخليه الورقة ماسكة بعضها ما تتقطعش. يعني لما نقص ما نقصش للاخر خالص كده، نسيب حتة صغيرة في العود بتاعه ده. بعد كده بقى بنرتبهم فوق بعض، بنفردهم ونحطهم فوق بعض كده بالشكل ده. وبنجيب برطمان، اهم حاجة في البرطمان ده ان هو يكون نضيف وناشف ومتعقم. يعني بنعقمه كده فوق النار بتاع البوتاجاز، او ممكن نحطه في الميكرويف دقيقتين او دقيقة ونعقمه، بس المهم ان هو يكون ناشف. وبرده نفس الحكاية ورق العنب ما يكونش فيه مية خالص، يعني ورق العنب يكون ناشف والبرطمان يكون ناشف، فنتأكد ان الاتنين مفيش فيهم اي مية. باجي بقى بعد ما بتأكد من ان البرطمان ورق العنب ناشف، ببتدي بقى احط ورق العنب. بس اهم حاجة ان احنا نفضل نكبسه بالشكل ده. ليه؟ لان انا لما بكبس كده انا بطلع الهواء اللي جواه. خدوا بالكم الطريقة دي مش هنحط فيها اي مادة حافظة او اي حاجة تحفظ ورق العنب، فهيبقى حفظه عن طريق ان انا اضغطه كده في البرطمان واطلع الهواء اللي جواه. في طبعا الاكياس اللي هي الفاكيوم دي اللي هي بتشد منها الهواء، بس دي طبعا مش متاحة عند الناس كلها، بتبقى محتاجة جهاز كده، فمش متاحة طبعا عند الناس كلها. لكن دي الطريقة اللي الناس كانت بتعمل بيها زمان، كانوا بيعملوا بقى في قدرة او حاجات كده كبيرة بيخزنوا، كانت بتقعد عندهم من السنة للسنة. احنا هنا هنعمل في برطمانات صغيرة على قدنا، وهنعمل الكمية اللي احنا عايزينها. اه نسيت اقول لكم ان الطريقة دي لما تعملوا في البرطمان الكمية اللي انتوا هتطلعوها تطبخوها. يعني ما ينفعش تطلعوا منها وترجعوا تقفلوا البرطمان تاني، ورق العنب هيبوظ، هيبقى دخله هوا وهيبوظ. فانتوا مثلا بتعملوا في الاكله نص كيلو، يبقى تعملي حسابك ان البرطمان ده يشيل النص كيلو اللي انت هتطلعيه تطبخيه. بفضل بقى اضغط في الورق زي ما انتوا شايفين كده لغايه ما بملاه للاخر خالص، ما اسيبش فيه اي فراغ، على قد ما اقدر افضل اضغط اضغط في الورق كده بالشكل ده. بعد كده بجيب بقى، بروح جايبه الغطا واروح كبساه كده واقفله. اهم حاجه اقفله كويس قوي عشان ما يدخلوش هوا. بصوا بقى ورق العنب مضغوط ازاي من جوه، ده كده دي بتعتبر اول طريقه لحفظ ورق العنب. خلاص. تاني بقى طريقة بنجيب الاسترتش، والاسترتش ده عشان برضو بيطلع الهواء من الورق. لما بنلفه كويس وبنضغط كده فبنطلع الهواء. بصوا بقى بنلف كده، وانا بلف ابتدي اضغط واطلع الهواء من الورق، اضغط كده واطلع الهواء من الورق، افضل الف. وبعد كده اجي بصوا ادوس لو حسيت ان في اي هواء اطلعه الاول، بعد كده الفه من الناحية التانية. بصوا بضغط كده وبلفه بقى من الناحية التانية، وده كده بيبقى الشكل التاني عندنا. بنعمل برضو بقى منه كميات، ده بقى اعمله براحتكم. وبعد ما تعملوه حاولوا تحطوه في علبة تلاجة، بحيث ان هو لما بيجمد بيتكسر. لو انتوا سبتوه مثلا في الفريزر وجيتوا حطيتوا حاجة فوقيه او كده فممكن يتكسر. فلما تعملوه جمعوا الكمية اللي انتوا عايزينها او اللي عملتوها وحطوها في علب تلاجة، بحيث ان هي تحفظوا ان هو الورق ما يتكسرش لما يجمد. خلاص. دي كده تاني طريقة لحفظ ورق العنب. طيب الطريقة التالتة، بنجيب لكل لتر مية بنحط 5 معالق من الملح. كل لتر عليه 5 معالق. بس اهم حاجة ان الملح يكون ملح خشن، يعني الملح ما يكونش ملح ناعم، يكون ملح خشن اللي هو الملح البحري. وبنحط عليه لتر مية مغلية وبنقلبه كويس. طيب ليه بقى ملح خشن؟ لان الملح التاني هيهريه. الملح العادي ده اللي هو الملح الطعام ده او ملح المائدة ده هيهري ورق العنب، فاحنا عايزين ملح بحري اللي هو الخشن. بنرص ورق العنب كده في صينية او في اي حاجة واسعة. ده طبعا بعد ما فردناه زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده بعد بقى ما بدوب المية في الملح في المية، وارص الورق العنب في الصينية كده.
باجي بروح كب عليه المية وهي سخنة، ما تقلقوش من النقطة دي. المية وهي سخنة كده بكبها عليه. هنا المية ما غطتوش، فانا هغلي شوية كمان واحط عليهم برضو نفس مقدار الملح وازود المية. ما تقلقوش لما الملح يبقى كتير، لان الملح كل ما كتر كل ما ورق العنب اتحفظ معانا وما يبص. وما تخافوش، انتوا كده كده لما تطلعوه هتاخدوا الورق تغسلوه من الملح وكمان هتسلقوه، فكده كده الملح ده هينزل يعني. المية طبعا سخنة قوي. باجي بقى بغطيه بحاجة وبسيبه لغاية ما يبرد خالص طول الليل بقى، كذا ساعة، المهم لحد الورق ما يبرد خالص ويبقى بارد. العملية دي عملية تعقيم لورق العنب، بتخليه بتحفظه، اهم المية المغلية مع الملح بتحفظه. وبنسيبه بقى، اهم حاجة ان هو يبرد. بصوا، لا بنحط سكر ولا خل ولا اي حاجة، هي مية وملح خشن بس. سيبكم من كل اللي بيقولك سكر وخل ومش عارف ايه، لا مفيش الكلام ده، دي الطريقة الاصلية. ابتدي بقى احطه في برطمان. البرطمان يكون نظيف بس مش مهم يكون ناشف يعني، لان كده كده هنحط ورق العنب بالمية بتاعته. ابتدي بقى احط في البرطمان، وده عادي. لو حطينا مثلا عملنا في حاجة كبيرة كمية كبيرة بناخد منه عادي ونرجع نغطيه تاني، يعني بعد كده بناخد منه عادي ونرجع نغطيه تاني. لكن الطريقة الأولانية لازم ناخد الكمية اللي احنا حطيناها في البرطمان، ما ينفعش نرجع نغطيه أو نحفظها تاني. بكبس بقى البرطمان على قد ما انا عايزة، او طبعا يفضل ان انتوا يكون عندكم حاجة اكبر من كده. وباجي نفس المية اللي احنا حطينا فيها نقعنا فيها ورق العنب بحطها في البرطمان، ما بعملش بقى مية تاني. كده كده دي بيبقى فيها طعم الورق، فبحطها في البرطمان على ورق العنب وبضغط كده بحيث ان المية تدخل. وبعد كده بقى بجيب كيس واقفله بالطريقة دي واغطيه بيه ورق العنب من على الوش، عشان خاطر ما يعملش اي عفونة على وش البرطمان. واقفله بقى كويس قوي، اتاكد ان هو مقفول كويس قوي. اقلبه كده. ليه بقلبه؟ عشان اولا اتاكد ان هو ما بيسربش المية، يعني مقفول كويس، وفي نفس الوقت المية تبقى نازلة على كل ورق العنب، تبقى مغطية ورق العنب. تالت طريقة بقى، دي لا خلاص، احنا كده قلنا الثلاث طرق. دي بقى لقيتها عندي في الديب فريزر، دي بقى لها تقريبا سنة ونص. دي طريقة من الطرق، بس طبعا البرطمانات كانت خلصت، فدي اللي لقيتها. دي مجمدة زي ما انتوا شايفين كده. بصوا هي لسه خضرة ومحتفظة بخضرها. هسيبها تفك شوية واوريها لكم. ده كده بعد ما فكت. بناخدها بقى بنسلقها عادي خالص كأننا جايبين ورق عنب فريش، وبنحطها نسلقها في المية. دي برضو طريقة من الطرق اللي انا وريتها لكم. لكن للأسف البرطمانات كانت عندي خلصت، فوريتكم بقى الطريقة، وإن شاء الله بقى لو عشنا السنة الجاية أوريكم النتيجة بتاعتها. ده كده شكل الورق العنب بعد ما احتفظنا بيه. تقدروا بقى تشيلوه، البرطمانات دي تشيلوها برا التلاجة، لكن البلاستيك ده لازم يتشال في الفريزر. تمام، يبقى كده البرطمانات برا التلاجة والبلاستيك في الفريزر. خلاص، ده كده كانت حلقتنا النهاردة. لو كنتوا بقى وصلتوا لحد هنا، ما تنسوش اللايك واشتراك في القناة. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.